مشاهدينا الكرام، متابعين معكم باقي فقرات صباح نور مينا. وهلا فقرتنا زي ما عودناكم دائما بنحب نضيف فقره حرفيات وتراثنا، وايضا عمل وتصميم الجداريات الاكسسوارات. معنا اليوم سيده كثير انا حبيت شغلها، هلا تحت الهواء كلنا نحكي انا وياها. اسمها اميره ابو حساني، مصممه اكسسوارات جداريات، ايضا تعمل من الشماغ فساتين وشغلات حلوه. بدنا نتعرف عليها اكثر. صباحك ورد. صباحك فل. اهلا وسهلا فيكي. بالبدايه بدنا نحكي كيف بدت معك فكره صناعه الاكسسوارات والتطريز، وفي جداريات وشغلات كثير عم تعمليها. متى بدات معك يا اميره؟ أنا بلشت اول شيء من بداياتي بايام المدرسه. كنت كثير احب الشغلات الفنيه، يعني كنت اعمل مرات شنطه لحالي مثلا، اكسسوارات اساور. بعدين مثلا بعد ما خلصت دراستي درست خياطه، حسيت انه في عندي نوع من الابداع، يعني بحب الفن وبحب الابداع. يعني موهبه من انت صغيره معك. فبلشت بعدين اعمل شغلات تحف، يعني مثلا شغلات يدويه، استفيد من الخامات اللي موجوده في البيت، خرز، اقمشه، انسق ادخلهم مع بعض بحيث يعني يعطوا تحفه حلوه كثير. حلو. يعني انت بلشتي بالبدايه تطريز وخياطه. بعدين بلشتي بالاكسسوارات. ايوه. طيب شو انواع الاكسسوارات اللي بتصنعيها؟ اساور، عقوده، ممكن خلخال. حلو. زي هيك. وبتعمل اكسسوارات للبيت يعني كمان؟ مناظر، برضه مناظر البيت اكثرها يعني شغل يدوي من ايدي. هلا طبعا عندنا بياخذوا لنا على الهواء شغلك كثير حلو. وانا حابه على كاميرتي بعد اذن المخرج اورجيكم الفستان هالصغيره كثير حلو، الشماغ الاردني، فستان صغير وحلو. كيف اجتك الفكره يا اميره؟ حلو كثير على فكره. هو صراحه بلشت اول شيء عملته من الشماغ الاردني. نعم. عملت المعصم. فكتير كان حلو وعليه طلب، يعني اشتغلت فيه شغل حلو يعني. هلا دخلنا على الاسواره، دخلنا عليها الهدب من الجنبين برضه كتير حلوه. فكره فصرت جديده. يعني اشتغلت الشنطه من الحطه، اشتغلت البلوزه، دخلت على الحطه مثل ما انتم شايفين هون خارطه الاردن بالتطريز. هلا كله بناخذه يعني حاولت اعمل تناغم بين اكثر القطع اللي متواجده عندي. حاولت اعمل تناغم بحيث تطلع قطع حلوه. بالنتيجه بتطلع شيء حلو وبتتروج سريعا، يعني ممكن تبيعيها أكيد. بسرعه. اكيد. مين اللي دعمك اميره ومسك بيدك زي ما بيقولوا، شجعك في الانطلاق في هذا المجال، الاعمال اليدويه والاشغال اليدويه؟ صراحه اهم شيء بالموضوع يعني هم اهلي، الوالد والوالده، الله يخليهم. الله يخليك يعني اياهم. هذول اكثر اثنين وقفوا جنبي، وهم اللي ساعدوني اني ابلش بالطريقه. وبعدها كثير يعني بالبدايات بلشت بسوق جاره. طبعا سوق جاره بالبدايه شاركتي يعني معه. سوق جاره من بداياته وانا معاه ولحد هلا. كل جمعه بتروحي؟ كل جمعه. طب منيح. فهلا السنه هاي برضه موجوده معي زميلتي اللي بصبح عليها برضه، ميادة عرابي، موجوده معي على نفس الكشك يعني. فهم بالبدايه يعني اول ما رحت على سوق جاره على اساس اقدم في كثير شغلات كنا متعبانين عليها انا واختي يعني. رفضت، فانا صراحه اصابني احباط. بس بعد ما دخلت على سوق جاره حسيت فعلا انه فعلا يعني لازم نتميز اكثر، وشوي شوي سنه عن سنه بلشت الحمد لله رب العالمين، يعني صار وضعي كثير ممتاز. قد ايه صار لك كم سنه بهذا المجال تقريبا؟ مع سوق جاره 7 سنين. 7 سنين، يعني صار لك فتره لا باس بها يعني. حلو. من 2003 انا تقريبا بلشت في مجال الشغل اليدوي اللي زي هيك. من 2003. طيب هل هي مكلفه لك اميره لما تشتري الخامات عشان تصنعيها، ان كان اكسسوار، ان كان للقش، عشان جداريات كمان، تطريز، مكلفه كانت في البدايه؟ يعني زي بدنا يعني هلا السيدات عم بتابعونا على الصبح بتسالوا ممكن بدها راس مال معين ولا لا شغلات بسيطه ممكن تعملي منها شغلات كبيره؟ لا، هي صراحه مش مكلفه. انه انا اذا انا بحب الفن وبحب الابداع وبحب استفيد من وقت الفراغ اللي عندي واستثمره، ممكن انا اذا عندي اي خامات في البيت. صراحه انا ما بكب شغلات كثير، ما بكبها يعني. تدوير، بتعمل اعاده تدوير؟ بحاول انه بعرضهم كلهم قدامي وبقول هذه الخامات شو ممكن اعمل منها. فشوي شوي بصير من هون قطعه من هون قطعه لحتى سبحان الله فبتيجي معك الفكره. يعني انا بقى بنصح اي ست اي شغله في البيت عندها، حتى لو مرايه انكسرت، قطعه قماش او شغله ما بدها اياها ما تكبها، ممكن تعمل منها شغلات كثير حلوه يعني. صحيح صحيح. طيب هل شاركتي بمعارض غير سوق جاره، معارض عشان تعرضي منتوجاتك ست اميره؟
شاركت كثير طبعا بالجامعات، الجامعة الأردنية، جامعة فيلادلفيا، جامعة الزيتون، جامعة جرش. حلو ما شاء الله. مدارس برضه، مدارس خاصة، مدارس الأمريكية. اللهم صل على سيدنا محمد. في القدس عاصمة للثقافة، عاصمة للثقافة شاركت فيها، أخذت برضه شهادة تقدير. في مركز الأيتام برضه دعم أكثر من شهادة. هاي شهادة تقدير اللي معك أرضيها على كاميرتك، إيش هاي الشهادة اللي أخذتيها؟ هاي شهادة شاركت فيها في القصر الثقافي الملكي. نعم. نعم. شكر وتقدير لأميرة أبو حسان. أميرة أبو حسان. نعم. هذا منتدى الوحدات؟ أيوة منتدى الوحدات. نعم. أعطوك إياه من المنتجات اللي عرضتيها أميرة؟ لأنه كانت في دعم للفلسطينيين بشكل عام. نعم. فأساسها أخذنا هذه الشهادة إن شاء الله مشاركة. وكمان حابين ننوه للمشاهدين إنه مش بس الشماغ الأردني، وعاملة كمان حطات الفلسطينية. الفساتين الصغار وهيك. بتعمل للكبار؟ بعمل للكبار. فساتين بتيجي لمناسبات وطنية كثير حلوة. احكي لنا عن هاي التجربة والسيدات كيف إقبالهم على هذا العمل. هو سبحان الله المنتج الشماغ الأردني، الشماغ الفلسطيني كثير عليهم طلب يعني. خاصة بالمناسبات الوطنية. نعم. فبدخل أنا عليهم يعني، ما بترك الشماغ مثل ما هو. بدخل عليهم شغل ثاني يعني. هلا في على الهواء مبينين حتى اللي ملبستيهم الشماغ والسيدات هدول الصغار اللي عملتيهم، كيف هاي بتصنعيهم؟ بتجيبي كرتونه وبتحطوا عليها الأقمشة؟ الكرتونه بتعملي بطريقة معينة بتلفيها. وبعدين بتلبسيها، تحطي تطريز معين مثلا الست. والرجال لازم يكون لابس الحطة على اساس انه يتميز انه رجال اردني. طبعا يعني. وكمان في عنا انت بتعملي احكي معي، هذا بنحط على الحمار والحصان. هذا حمار كامل هذا. يعني انت عملتيه؟ هو عليه الرسم. اخذوا العبادة على الهواء. هذا اهم شيء. بصراحه كثير متعب، هو متعب غلبك مش شوي. هي مبين. وماخذ خامات كثيره كمان. والله. شو اللي استخدمتيه فيه؟ صوف وايش كمان؟ الفرو والقماش الصايا، الحرير. الاكسسوارات برضه. نعم. وطلع معك بالنتيجه حمار حلو لذيذ. حتى الأقمشة اللي انا عامله البدن منه شوي صعب يعني. بالدرزه كمان. انت اكيد عندك معناته ماكينه عشان تدرزي عليه. الحمد لله. طب ممتاز ما شاء الله عليك. ان شاء الله هيك السيدات هلا كلهم يمشوا زي ما مشيتي بهالمجال. اهم شيء الواحد تتدرب، لو انها مو قادره تعرف تخيط او تطرز تتدرب. بتدربي؟ فكرتي تدربي صبايا؟ حدا طلب منك تدربي بصنع الاكسسوارات وهي الشغلات؟ صار في طلب بس انا ما عنديش الوقت الكافي يعني. طيب احكي لنا عن مشاركاتك في الجمعيات الخيريه. اشتركتي كعضو في احدى الجمعيات الخيريه؟ كعضو لا، بس شاركت مشاركات تبرع فقط يعني. تبرع يعني زي نحكي الاعمال التطوعيه. طيب جمعيه جرش الحرفه اليدويه ناويه تنتسبي لهم؟ اكيد طبعا. وانا وجه تحيه للاستاذ بهذا الصدد انا برضه وجه تحيه له لامين السر احمد الصمادي. نعم. انا عن جد كثير ممتنه لهم، لانه انا لسه ما صرتش معهم عضوه، بس بصراحه ما بيتركوا اي معرض، اي مناسبه، اي فعاليه وهم رشحوك تيجي على البرنامج كمان فيها، فانا بشكرهم يعني من كل قلبي. نعم. طيب انا حابه نحكي عن السلال الصغيره اللي عملتيها، لها طريقه تكنيك معين لتجديل السلال هاي، احكي لنا كيف تعمليها. هلا سر المهنه يا ستي. هو هذا اللي بيكون مجدل جاهز. فانا بجيبه ببلش اشتغل فيه، ربطه مع بعضه بالحرير. بعدين بلبسه القماشه وبحط عليها الهلال والنجمه، وهيك بصير شكله زي الصحن او السله. طبعا هاي اللي بنحط فيها المكسرات والزبيب والتمر وهيك شغلات بشهر رمضان. حلو هذا بشهر رمضان كثير مطلوبين. وبتعملي احجام منهم؟ بعمل احجام وممكن اشكال كمان، بس يمكن هذا الشكل ماشي اكثر يعني. صغار لانه احجام صغيره وحلوه، وكمان انت عملتيه بالوان مختلفه، الوان رمضانيه بشكل عام. حلو. يلا كل عام وانتم بخير مشاهدينا ولك كمان، اقترب على ابواب رمضان خلص ان شاء الله. كيف بتسوقي منتجاتك اميره؟ على الاغلب هو اكثر بمعارض يعني. بالمعارض. احيانا من خلال مثلا معرض معين بتتعرفي على ناس فبصيروا ياخذوا منك يعني اوردرات. وفي ناس بيطلبوا منك على طلبيات على التليفون تعملي لهم اعراض وشغلات؟ طبعا. والاسعار كيف؟ اسعار كثير متواضعه. طب الحمد لله، زي حضرتك كثير متواضعه وحبابه. تسلم الله يعني عشان تقدري تسوقي بنفس الوقت تبسط الناس بالاعمال الحلوه، وبنفس الوقت بتحافظي على تراثنا.
طبعا يعني اهم شيء الحفاظ على التراث. طبعا كمان مزبوط. حابة تتعلمي شيء جديد أميرة، مثلا تهذيب الشماغ بهدبوه، مثلا صدفيات، شغلات زي هيك، حابة تضيفي شيء لعالمك بشكل عام؟ اكيد مش غلط، انا اي شيء اي شيء بحب اتعلمه، يعني مستحيل تلاقيني بس يعني بمجال معين. رح تلاقي انه انا في اكثر من شغله بعرف يعني، واي شيء بخص شغلي لازم اعرفه. وبتفصلي اواعي غير الهذا؟ بفصل انا ملابس، وحتى عامله لحالي اكثر من قطعه، كنت كل ما البسهم يعني مميزين. يعني انه يعني يجي حتى الاجانب يعني يسالوني هاي اللبسه من وين جايباها، اقول لهم هاي شغلي، يستغربوا يعني. السياح عليه اقبال اكثر للشغلات اللي هي الشماغ والميداليات، ذكرتي بتعملي كمان بيوت موبايل. انا بدخل على القماش، يعني القماش بجيبها ساده، بدخل عليها شغلات ديزاينات معينه يعني. فبتطلع اللبسه كثير حلوه يعني، انا الكل بيقول لي مثلا كثير حلوه هاي اللبسه، بس ما عندي مقدره انه اشتغل بكميات وانزل على السوق وهيك يعني. بدها شويه دعم وتسويق، زي ما قلنا بدها راس مال ودعم، وبدها راس مال اكيد. صحيح، بس ما ممكن على الطلبيات كل واحد تطلب شغله تجيبي القماشه وتعمليها. طبعا. طب شو بتوجهي كلمه للسيدات اللي عم بتابعونا انهم يحذوا حذوك يعملوا زيك؟ والله انا بشجع كل ست بيت اول شيء انه وقت الفراغ كثير، يعني شغل البيت بساعتين ثلاثة، احكي لك ماكسيمم 4 ساعات ممكن تكوني مخلصه شغل البيت بكل تفاصيله. هلا انت ليش ما تبحثي عن مجال تتميزي فيه وتخدمي بيتك؟ يعني ممكن تستفيدي، تتعلمي مثلا دوره اكسسوارات، دوره خياطه، بتستفيدي وبتفيدي البيت وماديا ومعنويا برضه بترتاحي، لانه كمان وقت الفراغ اذا الانسان ما استثمره بعمل نافع ممكن يقتله يعني. نعم اكيد. معناته بتشجع الست ما تضلها قاعده؟ انا ما بشجع اي ست تضلها قاعده، خاصه على التلفزيون يعني. بس يتابعوا صباح نورمينا. اكيد طبعا. أكيد. وبعدين يشتغلوا ويضيعوا وقتهم بشيء في كثير اوقات على التلفزيون كثير بتضيع يعني. صح. فالانسان يستثمرها بالعمل الحسن افضل يعني. طيب هلا اخر سؤال لحضرتك اميره، الاكسسوارات، اللؤلؤ والقطع اللي بتركبيها على الاساور والعقود وهي من وين بتجيبيها؟ طبعا سوق البخاريه غني عن التعريف. كل اللي اجوا عندي قالوا نفس الشيء. سوق البخاريه غني عن التعريف. يعني اغلبيتكم بتجيبوا من الاردن، ما بتستوردوا من برا، قليله تجيبوا من برا يعني. ان شاء الله يعني ما نصير نشتغل بالكميات الهائله كذا. ان شاء الله يا رب. طموحاتك المستقبليه ايش هي اميره؟ ايش حابه يصير معك؟ يعني طموحاتي المستقبليه صراحه انه اعمل معرض شخصي لي. نعم. طبعا هذا الشغل اللي انتم شايفينه مش هو اللي بيقيمني، انه عندي ابداعات اكثر من هيك، بس بدها وقت وبدها برضه راس مال. حابه اعمل معرض شخصي ان شاء الله يعني. ان شاء الله يا رب. يعني حتى لو بعد 10 سنين ان شاء الله ناويه. ان شاء الله قريب، بالقريب العاجل كمان. اكيد. اذا ضليتك مثابره هيك اميره واشتغلتي على حالك اكثر وعملتي واشتراكك مع سوق جاره عمل كثير ممتاز. كثير. رغم انه سمعت انه حجز الطاوله مش رخيص باليوم، 35 دينار. هو 30 هلا. 30 وكل سنه صار يزيد يعني. عم بيزيد. فعشان هيك بدك تطلعي الاجره وبنفس الوقت بدك تكسبي لإلك عشان تطلعي اسعار الخامات اللي عم بتجيبيها. هو الانسان مع الاصرار والتحدي كل شيء بصير. طبعا. ما في شيء، اذا انا ناويه على شيء، عنده اراده، عندي اصرار، عندي تحدي، ما في شيء راح يكون صعب اكيد. ان شاء الله يا رب، واحنا ايدنا بايدك وبنتمنى لك كل التوفيق. وان شاء الله يا رب تروجي كل البضاعه اللي عندك وتصير عندك معرضك هيك كتكوت على قدك ونصير نيجي عندك. واكيد انت اللي رايحين ان شاء الله رب العالمين تكونوا متواجدين معي ان شاء الله. ان شاء الله اكيد، واحنا على اتصال معك يا اميره، وكل التوفيق لك، وتحياتنا لزميلتك اللي برضه بتشتغل معك مياد عرابي. كمان مره بصبح عليها. مياد عراب بنصبح عليها. شكرا يا اميره. اهلا فيك. بهيك مشاهدينا انتهينا من هاي الفقره اللي هي الحفاظ على التراث والاشغال اليدويه. بنطلع فاصل ونستكمل بقيه الفقرات.